الأسد يمرض ولكن لا يموت. عودة النادي الأهلي، عودة الفوز بالخماسيات، عودة الحلويات والأداء الكروي الشيق من النادي الأهلي. هو ده الأهلي اللي نعرفه، هو ده الأداء بتاع النادي الأهلي اللي نعرفه. هي دي الجمل فعلا، تحس إن في جمل في الملعب. عماد النحاس عمل جمل وبيلعبوا كرة على الأرض وكرة سريعة وفي تحركات من غير كرة ممتازة. في نفس الوقت ادى فرص لناس كتيرة. في نفس الوقت الناس كلها عندها روح وعندها شغف. خلق لها، تحس ان في خلق دوافع جديده في عز ان كولر ما كانش فيه خالص. لا، تحس الراجل ذات نفسه فقد الشغف وفقد الدافع. انا مع استمرار عماد النحاس، ولكن مش هنحكم دلوقتي. انا شايف الاداره هو يكمل الدوري، وعلى هذا الاساس نقدر ان احنا نحكم فيما بعد. ولكن اداء جيد جدا من لعيب النادي الاهلي. مروان عطيه من زمن 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 ما شفناش مروان عطيه بالاداء ده. يعني كل الناس الصراحه. اسامه ابو علي والعوده للتهديف للمباراه الثانيه على التوالي. طبعا بقى يعني انا اللي سعيد بيه رغم انه ما لعبش غير تلت ساعه بس هو علي معلول. علي معلول فعلا ملك الحلول يا جماعه. الراجل خبرات، الراجل بيلعب كرة على الارض. شوف ازاي، شوف الكروسات بتاعته لما رجع عامله ازاي، شوف خلق الفرص عامله ازاي، شوف التحرك بتاعه في الجون الرابع عامل ازاي. لا 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 لا، انا مش فاهم كولر ازاي ما كانش بيلعبه يا جماعه. ولكن بصراحه علي معلول هو احسن ديليفري في مصر حاليا مهما كان. لو بصينا جوه الدوري المصري مش هنلاقي زي علي معلول. قيمه، قامه، قائد في الملعب، عنده خبرات من الخبرات ما يكفي. حاجه يعني فاخره جدا. علي معلول لن يتكرر من تاني. ولكن عودة الروح للنادي الأهلي، عودة الروح لينا احنا واحنا بنتفرج بنحس بالمتعة بتاعت النادي الأهلي. شكرا عماد النحاس، والقادم أفضل بإذن الله.